أنا عريسي سابني قبل الفرح بيوم، يعني يوم حنتي. سابني علشان خاطر أمه. يوم ما ودينا العفش وكتبنا القايمة، حماتي ما عجبهاش جهازي وفضلت تتريق عليه قدام أمي. أنا ما كنتش معاهم علشان إحنا طبعنا كده في الأرياف، ممنوع العروسة تروح شقتها تجهز العفش، أهلها وصحابها وعيلتها هم اللي بيروحوا. المهم حماتي اتخانقت معاهم هناك وقالت فين العفش وفين الحاجة، وكانت جايبة معاها نسخة من القايمة وقاعدة تعد الحاجة اللي مكتوبة فيها وتقارنها بالحاجة اللي موجودة. المهم هي وأمي شدوا قصاد بعض، وأمي اتهانت جامد من حماتي، وحماتي طولت لسانها على أمي وأهلي قدام الناس وقدام صحابي، ومحدش قال لي حاجة ولا اتكلموا قدامي عشان مزعلش. خبوا عليا وكتموا الكلام كله في قلبهم، وفضلت مش عارفة حاجة غير يوم الحنة وانا بتصل على خطيبي علشان اقوله هتيجي تاخدني امتى بكرة من الكوافير. وانا بكلمه اتفاجئت بحماتي وسمعتها بتزعق وبتقوله انت ليه بتكلم البومة بنت البومة دي؟ ليه بتكلم عروسة الشوم والندامة؟ انا استغربت جدا من كلامها، اتفاجئت بيه وبقوله فيه ايه وايه اللي مامتك بتقوله ده؟ قال لي ما تاخديش في بالك، احنا جايين النهاردة علشان انا كنت عاملة حفلة للحنة. احنا عندنا يا بنات في الصعيد العريس بيعمل حنته في يوم والعروسة بتعمل في يوم تاني، علشان العريس يجي الحنة للعروسة لو عاملة حفلة يعني، ويجي يحضر هو وأهله ويسهروا معاها. المهم حماتي جت لوية بوزها وقاعدة تلقح بالكلام، وانا ملاحظة حركاتها بس مش فاهمة فيه ايه. فبعد الحفلة ما خلصت بقول لها يلا يا ماما تعالي نطلع فوق علشان تتعشي، لانها بتقرف من اكل الطباخين، طباخين الفرح يعني. انتوا عارفين ان احنا عندنا في الصعيد افراحنا بتبقى كبيرة، بنعزم العيلة وعيلة العيلة والجيران والاصحاب، فبتبقى ناس كتير قوي. فطبعا ستات العيلة ما بيقدروش يطبخوا الكمية دي كلها، وبنجيب طباخين. فاحنا عملنا لها اكل ليها هي مخصوص. قالت لي مش طالعة. بقول لها في ايه؟ قالت لي هو انتي مش عارفة ولا انتي بتستهبلي؟ قلت لها مش عارفة ايه وايه اللي حصل، انا مش فاهمة حاجة. امي ردت عليا وقالت لي مفيش حاجة يا بنتي، علشان خايفة عليا تخرب بيتي اللي لسه ما دخلتهوش. لقيت حماتي بتكلم امي بطريقة زبالة قوي، وبتقول لها في ايه؟ ازاي تكلمي امي بالطريقة دي وابنها واقف مش بيتكلم؟ بقول له امك بتعمل كل ده ليه؟ راحت جت اختي قالت لي بصي انا ما كنتش راضية اتكلم ولا حتى امك وابوك، بس هي شكلها جوازة من اولها باينة كلها مشاكل. بصي يا بنتي حصل من حماتك كذا وكذا وكذا، وامك حصل لها كذا وكذا وكذا، واحنا سكتنا علشان الموقف يعدي، بس بالطريقة دي شكله مش هيعدي ولا الجوازة دي هتتم. بقوله امك تعمل كل ده في امي وانت ساكت؟ قال لي عايزاه نعمل ايه يعني، دي امي. قلت له مش على حساب امي واهلي، امك ليها احترامها زي ما امي واهلي ليهم احترامهم. ردت حماتي وقالت لي ليه كنت عاوزاه يضربني ولا ايه؟ ونزلت شتيمة فيا. قلت لها والله لو مش علشان انتي ست كبيرة كنت عرفت ازاي ارد عليكي، بس اهلي ربوني وللأسف انا ما اقدرش ارد عليكي، لاني اتربيت واتعلمت ان الكبير مهما يغلط ما ينفعش الصغير يرد عليه. لقيتها نازلة شتيمة فيا. أنا الصراحة زعلت على أمي وقلت له بناقص الجوازة دي، ودي إشارة من ربنا بعتها لي. المهم الناس قعدت تهدي الموضوع، ولقيته بيقول لي عاوزاني أكمل الجوازة دي أمك تعتذر لأمي وتبوس راسها. أمي كانت موافقة تعمل كده لكن أنا اللي رفضت، وقلت له بناقص الجوازة دي اللي هتدوس لأمي على طرف وتهين أمي وتنزل من كرامتها ما يلزمنيش ولا أصلا أبصله. لقيته راح رامي عليا يمين الطلاق وقال لي انت طالق، واتطلقت قبل ما اتجوز. والناس دلوقتي كلها اللي حوالينا وقرايبنا والعيلة بيحاولوا يتدخلوا علشان يرجعونا لبعض، وانا اللي رافضة، انا مش عايزة ارجع له. قلت له هات حاجتي وكل واحد فينا يروح من الطريق. كسروا قلبي وكسروا فرحتي،
هو وأمه، وحاليا هو ندمان أو بيقول إن هو ندمان وعاوز يرجعني، بس أنا خلاص قفلت منه. مع إننا كنا بنحب بعض جدا قبل الخطوبة، وكان في بينا قصة حب جميلة وأيام جميلة، بس قلبي مكسور منه ومن اللي حصل وعلى إهانة أمي. أنا مش موافقة أرجع له، وكلهم بيقولوا سامحي وارجعي. أنا اللي رافضة. أنا كده صح ولا غلط؟ أنا محتارة، أرجع ولا مرجعش؟ بحبه بس بحب كرامتي وبحب أمي وبحب أهلي، وشايفة إن هو طالما ما عمليش كرامة من البداية يبقى مش هيعرف يعمل لي كرامة بعد كده. أنا حبيت أفضفض معاكم وتقولولي أعمل إيه. أنا عندي 19 سنة، وأكيد حضراتكم عندكم خبرة في الحياة أكتر مني، وهتقولولي من خلال تجاربكم في الحياة أعمل إيه وأتصرف إزاي. أنا خايفة أكمل في الجوازة دي، أبص ألاقي نفسي وقعت في جحيم ونار. أمه ست شديدة قوي، وهو شكله بيسمع كلام أمه، وخايفة يحصل مشاكل بعد الجواز، وابص الاقي نفسي طول الوقت مكسورة ومقهورة ومضطرة ان اعتذر عن اخطاء انا ما عملتهاش. دلوني وقولولي اعمل ايه. بصي يا حبيبة قلبي، نصيحتي ليكي خلي بالك، هما كده بانوا من اولها، وطالما ما قدرش يحتوي الموقف ويحتوي امه ويسكتها وبرضه باحترام من غير ما يغلط في امه او يهينها، لانها في النهاية امه، يبقى ما ينفعش. ولازم طالما حصل تطاول عليكي كان المفروض ان هو يحتوي الموقف اكتر من كده. وعايزة اقولك ان اكيد بعد الجواز برضو مش هياخد موقف ولا هيتكلم بالطريقة مع امه انه يفهمها ان دي مراتي. احسن حاجة ان من اولها كل واحد يروح لحاله، لان لو ما كانتش الامور واضحة من البداية يبقى مش هينفع بعد كده. وربنا بعتلك إشارة من البداية إن انت تاخدي بالك إن الجوازة دي مش هتنفع. انت لسه صغيرة، بكرة ربنا يعوضك بالأحسن، بالراجل اللي يحترمك ويعرف قيمتك انت وأهلك. بكرة ربنا يبعتلك النصيب الأفضل. الدنيا لسه قدامك وانت لسه صغيرة، ليكي في الحياة فرص كتير. مفيش حاجة اسمها مفيش كرامة بين الراجل ومراته، أو مفيش كرامة في الحب. بالعكس، الحب هو الكرامة، ولو ما كانش كل طرف من الاتنين يحافظ على كرامة التاني ويخلي باله انه يرفع من شأنه يبقى الموضوع كله فاشل. كرامتك من كرامة جوزك، وكرامة جوزك من كرامتك، وفي نفس الوقت كرامة أهلك طبعا. عايزة أقولك إن الراجل اللي بيكون سلبي مع أهله، اللي ما بيقدرش يمسك زمام الأمور ويلمها كويس، لو هو كده قبل الجواز هيكون كده وأكتر من كده بعد الجواز. فانت احمدي ربنا إن ربنا بين لك كل حاجة من البداية، أحسن ما كنت تتجوزي وبعدين تتطلقي لا قدر الله وانت في إيدك عيل. كده أفضل وأحسن. عارفة إن قلبك مكسور، وعارفة إنك زعلانة على فرحتك اللي اتكسرت، بس صدقيني ربنا هيجبر كسرك وهيطبطب على قلبك وهيبعتلك اللي يستهلك ويعوضك كل خير، وفي نفس الوقت يحافظ على كرامتك ويحترم أهلك. اللي هتتنازل عن كرامتها وكرامة أهلها في البداية مش هتعرف تحافظ عليها بعد كده، لأنك رضيتي من البداية إن ما يكون لكيش كرامة وإنك تتغاضي، ومدام فتحتي باب التنازلات مش هتعرفي تقفلي. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.